اضحك والضحكة تبقى ضحكتين، واتنين في اتنين في اتنين ضحك كل العايشين، كلنا في مركب واحدة مكملين. سمية، قولي لي 4 كلمات بيدوا معنى السعادة. ضحكة طفل، أكلة حلوة، مخلصة المواعين ومرتبة البيت، مخلصة كل التاسكس اللي عليا. مين أكتر موقف بيضحكك؟ نفادي كبير قوي. قولي لي مين اكتر حد بيضحكك في المدرسه؟ ثانية اقول لك ان انت مروه عبد اللطيف. اكتر حد فرفوش في المدرسه؟ سعاده بالنسبه لي ان انا اعيش في سلام يعني. مين أكتر حد مشهور في المدرسة؟ اكيد طبعا الباشمهندس احمد. مين أكتر حد دمه خفيف في المدرسة؟ ايه دودو مش دعاء. مين أكتر حد بيضحكك في المدرسة؟ مس مروه عبد اللطيف. السعادة بالنسبة لك إيه؟ لما بنتجمع يعني انا وعيلتي وكده كلنا مع بعض. مين أكتر حد بيقول قفشات أفلام في المدرسة؟ بيضحكك. نفس إنه يضحكك. مروتي بصراحة فيروس كبير على مروة. إمتى آخر مرة ضحكتي وضحكتي على إيه؟ طول الوقت لما ببقى كلنا متجمعين سوا، احنا واللي في الاوضه والاء وكده، وبنقعد نقلش على اي حاجه بنضحك. مع جريد 9 بضحك برضه. قولي لي ايه اكتر حاجه بتبسطك في المدرسه؟ انه مش بحس انه انا خرجت من بيتي، يعني انا جيت بيتي برضه. مين اكتر حد بيضحكك في المدرسه؟ ساينس تيم طبعا. ايه اكتر موقف ضحكك مع يونس ابنك؟ كذا موقف، بس اكتر موقف لما بيجي ينادي على قرب يقول لها يا قوه. مين اكتر حد بيضحكك في المدرسه؟ مس هنا طارق. هي فعلا هي اكتر حد بصراحه. انت اخر مره ضحكت من قلبك هنا في المدرسه؟ والله انا يوميا بضحك الحمد لله، معايا تيم زي الفل. على طول نضحك، ربنا يديم علينا سعاده. اي لاف يو اي لاف يو. بتقولي فيهم عالم السعاده؟ يا ريت نكون مبسوطين. اليوم عالم السعاده. يقولوا اضحك الضحكة تبقى ضحكتين. أكتر حد بيضحكك في المدرسة دي طبعا. وفاء. تمام. مين أكتر حد دمه خفيف في المدرسة؟ ايثار. تمام، شكرا. إيه أكتر حاجة بتبسطك في المدرسة؟ اللمة الحلوة. إيه أكتر فيلم بيضحكك وما اتفرجتش عليه في الفيلم؟ جحيم في الهند. مين أكتر حد بيضحكك؟ كابتن هشام. لما مع اصحابي وشغل الهاندميد اللي بشتغل. قولي لي 4 كلمات بالنسبه لك بيعبروا عن السعاده. العيلة والاصحاب وزين والشغل. اكتر حاجه بتبسطك هنا في المدرسه؟ قعدتي مع اصحابي. اللي هم تيم الساينس. ايوه طبعا. اكتر حد فرفوش اسراء رشدي. هسالك عن لقطات وقفشات في افلام وانت تقولي لي اسم الفيلم والممثل. ماشي. الو. ايوه يا فخري، انا في مكان كله ابيض في ابيض، وقال ايه نصي التحتاني مش لاقيه يا فخري. جانا البيان التالي. برافو. مين اكتر حد فرفوش في المدرسه؟ دي سهله طبعا. مس هناء. لا انا اوكي ماشي. السعاده بالنسبه لك في ايه؟ في ايه؟ ان انا اشوف صحابي. تمام. وايه تاني؟ ايه تاني؟ ان انا اشوف طلابي. صراحه بفرح بشوفهم خالص والله. مين اكتر حد فرفوش في المدرسه؟ انا بالنسبه لي هنا مكتبه. هدير. وانتي؟ هدير ادبي. ايه ده انتي؟ طيب تمام. ومثلا عبد الرافع. شكرا. مين اكتر حد بيضحكك في المدرسه؟ اكيد مش مروه يعني. قولي لي مين اكتر حد فرفوش في المدرسه؟ طبعا حضرتك يا مسألة. شكرا. انا السعاده بالنسبه لي ان اقدر اساعد حد باي حاجه تقدر يعني في ايدي اقدر اساعده بيها. انا بالنسبه لي اكون مبسوطه. انتي جميله والله. شكرا. بس مين اكتر حد بيضحكك في المدرسه؟ وفاء البارتنر بتاعي. السعاده بالنسبه لك في ايه؟ اني الاقي ديسا بتعمل حاجات حلوه كده وتقولي حاضر يا ماما وتسمع الكلام وتقول كلام كده جميل. مين اكتر حد بيضحكك في المدرسه؟ مس وفاء. اكتر حاجه بتبسطني لما بنتجمع احنا واصحابنا مع بعضينا ونحكي ونفرفش كده واي حاجه تطلع كلمه على طول. ايه اول انطباع اللي هو طبعا اكيد سعاده اخدتيه لما جيتي المدرسه؟ اكيد سعاده. وايه تاني يعني حسيتي بايه؟ لا هو المكان نفسه كويس منظم جدا. لما قعدت شويه بعدين في اللي هو كل الناس كويسه، كل الناس متعاونه، يعني في روح حلوه في المكان. اكتر حد بيضحكك في المدرسه؟ مس آية محمود. اكتر حد مشهور في المدرسه؟ حضرتك. شكرا. سعاده وانت تقولي لي دي من فيلم ايه؟ ماشي. ميس انشراح مدرسه انجليزي بتاعت ابتدائي، بنرحب بيكم. ويلكم. الناظر. برافو. مين اكتر حد بيضحكك في المدرسه؟
والله هو في كتير بس اكتر حد دعاء. وانت يا ايمان مين اكتر حد بيضحكك؟ هناء. طب ومين اكتر حد مشهور في المدرسه؟ باشمهندس. اختي امال. السعادة بالنسبة لي في ايه؟ في وجود مامتي وخطيبي. السعادة بالنسبة لي إن أنا على فكرة أسعد الناس اللي حواليا، يعني السعادة في سعادة الآخرين بجد يعني. السعادة اللي بالنسبة لي موجودة في أكتر حاجة بشوفها وبتسعدني لما أوصل معلومة لطالب يبقى فاهمها ووصل للي أنا عايزة أوصله له. السعادة موجودة في ايه بالنسبة لك؟ والله يا أستاذة آلاء، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا أصبح ابن آدم معافى في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالسعادة أن تمتلك قوت اليوم، جسدك سليم، تأمن على نفسك وأسرتك وأولادك. ده يعتبر قمة السعادة في الدنيا للإنسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعلني سبب في هداية حد. فقط دي أكتر حاجة بتخليني سعيد. أكتر حد دمه خفيف في المدرسة هما 2، آلاء عبد الرافع ومريم ربيع. اكتر حاجه بتسعدني بجد لما بقابل حد من الطلاب دول ويجي يسلمهم، ده اكتر حاجه بتسعدني. مين اكتر حد مشهور في المدرسة؟ مشهور انا. اللمة الحلوة ولا تاكل النوتيلا؟ اللمة الحلوة. تقولي لنا اكتر وقت بتحسي فيه في سعادة في المدرسة؟ بتبسط قوي لما بكون بعمل فيديوهات زي دي، وبتبسط اكتر بعدين لما بشوفكم فرحانين بيها. اكتر حد فرفوش في المدرسة؟ يعني انتي، إيثار، آلاء، انا بحبكم كلكم يعني، والباشمهندس كابتن احمد وهشام، كلهم بجد كلهم حلوين، وكلهم ببقى مبسوطة وانا بتكلم معاهم. انتي طبعا يا نونو. قررت انك تعمل قسم للسعاده في المدرسه ومطلوب منك تختار يبقوا 3 مسؤولين عنك، هتختار مين؟ إيثار. بالظبط، اختيار موفق. تمام. دعاء. بس احنا ممكن احطك انت على بما ان انت بتسعدينا وكده. يا ربي شكرا. وفي حد والله كمان مستر ابراهيم. ايوه انا بيضحكني جدا. ايوه صح. مروه. ومس مروه. مروه عبد الله. مروه ده اقبال كبير على مروه في الفيديو. ايوه. سعد لحظاتك لما اعمل حاجه عايز ادرينالين كده بيطلع. شكرا، كل سنه وانت طيب.